يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى اخوات. صباحكم رضا، صباحكم همه ونشاط، صباحكم مشرق بنور الله، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده اليوم كان جميل جدا، كان الجو جميل وكان مشمس، وكان في كده نسمة طراوة ما بين الخريف وما بين الصيف، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. فطبعا بفتح البلكونه كعادتي كل يوم عشان الم الغسيل وانشر غسيل وكمان اسقي الزرع. لقيت الجو حلو كده، قلت ما بدهاش بقى نعمل روتين اوضه الاطفال. احنا عملنا معاكم اخر مره روتين اوضه النوم الكبيره، كان قبل وبعد سريع جدا. المره دي هنعمل اوضه الاطفال مع بعض، هنغيرها وهندورها وهنهويها وهنعمل فيها شويه شقلباظات كده ان شاء الله تعجبكم. بس قبل اي حاجه بقى لايك وشير وسبسكرايب لسه اول مره تشوفيني، متنسوش تفعلي زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو وتسيبوا لي كومنت حلو يكبر خاطري ويفرح، ربنا يفرح قلبك وقلبي يا رب اللهم امين. دخلت على الاوضه على طول، فتحت الشباك وبعد كده طلعت البطاطين كده زي ما انتم شايفين كده، خدتها على طول على الحبال. قلت بقى تتهوى بقى اما اخلص خالص ادخلها بقى براحتها كده. هي كده كده حاجه نظيفه وزي الفل، بس عشان خاطر الولاد والكلام من ده فقلت بقى اطلعها كده بدل الجو حلو. فتحت الشباك، شلت الملايات طبعا، اخدها على طول احطها في الغسالة زي ما انتم شايفين كده. تاخد بقى دورة كاملة بقى، وكان عندي كام دور غسيل كده كله هيتغسل كده مع بعض ان شاء الله. هنرجع بقى للأوضة. طبعا دي الهدوم في حاجة، دي سجاد لسه هروح يتغسل بتاع الشقة الشتوي. وكمان انا كنت مدوره الاوضه من فتره قريبه جدا، بس قلت اجرب الوضع ده. بس ان طلع الباب ضيق، مش محدش عارف يخش محدش عارف يطلع، فبقى مضايقنا في الدخول والطلوع. فكنت بفكر بقى العيال هنا مسكوا الجدار بهدلوه بالاقلام الجاف والقلم الرصاص، وكمان قلت لا ما بدهاش بقى. طلعت السجاد كله بره عشان خاطر حد يجي يعني يوديه المغسله. وهنا بقى الاكياس والحاجات اللي هندخلها تحت السرير بقى، اللي هي الهدوم الشتوي او الحاجات اللي ملهاش لازمه هنعينها تحت السرير. طبعا تحت السرير بشيل مننا بلاوي يعني الحمد لله. هنا بقى خلاص شلنا الملايات، شلنا كل حاجه، فضينا الاوضه، طلعنا الكميدون بره، طلعنا كل حاجه. هطلع انا بقى المراتب، بس ما طلعتهاش لوحدي يعني، اديت على حد من البيت طلعها معايا بره لان كانت تقيله. هنا بقى خلاص كنت فكيت السرير وطلعت المولة لبره وطلعت المراتب. عايزه اقولك شكل الشقه فظيع يعني، كان شكلها مقرف بطريقه ما اقولكوش، بس الحمد لله يعني عدت وخلصنا على طول. والله كنت شغاله لوحدي بس طلع عيني يعني، وانا والصغننين كانوا بيساعدوني بقى، كانوا بيونسوني كده حواليا. شلت خلاص كده، هبدا افك كده بالمسمار شفتوه معايا ده، هفك بيه المسامير. وبعد كده بطلع الحاجه بره في الصاله في مكان بعيد يعني، بحيث ان ما يأذيش الولاد، وكمان برضو ما يقعش عليهم ولا اي حاجه برضو للامان. طلعت كل ده بره. اللي بنيش في اليوم ده غير الدولاب كان تقيل جدا وجع لي ظهري بطريقه ما تتوصفش. وبقى يحايلني بقى اوديه يمين يطلع لي من الناحيه التانية، ازقه من الناحيه التانية يرجع من الناحيه التانية. فالمهم قعدت حوالي نص ساعه كده لحد ما ربنا كرمه يعني، والحمد لله عدت. كان مروان صعبان على ابني الصغير كان بيساعدني فالحمد لله. هنا بقى كان النور عمال يقطع ويجي، على فكره النور قطع يجي 3 مرات في اقل من ساعه، 10 دقايق ويجي 10 دقايق ويجي. بس تقريبا يعني انا ما كنتش فاضيه انزل ابص. كان حد في البيت بيفصلوا علينا يعني، مش اول مره تحصل معانا بيوت العيله وقرفها ومشاكلها يعني. خلاص رجعت الدولاب مكانه. وانا اصلا كنت متجوزه على النظام ده، كان الدولاب على ظهر الركنه والسراير في ظهر المطبخ. فالحمد لله خلصتها رجعتها بقى، ما فاضلش بقى غير ان نركب السرير. ارجع السرير بقى مكانها عند الحيطه واحط الكمدون في النص، مش هضمهم لبعض ولا اي حاجه. الولاد بقى عايزاهم يتعودوا بقى كل ولد ينام لوحده على سريره، او يتعودوا ان خلاص دي اوضتهم ودي سرايرهم وكل واحد يبقى له سريره كده. كنت عايزه احطهم تحت الشباك، طبعا حطيتهم تحت الشباك ما كانش هيبقى فيه الشباك مش هيتفتح، هو ده مصدر تهوية الأوضة مفيش غيره، فما كانش ينفع ان انا اقفل الشباك بصراحة يعني. والأوضة زي ما انتم شايفين ما شاء الله حجمها كويس، بس الأوضة نفسها ضيقة، فالظلمة الأوضة وظلمانة وفي الداخلة وفي الطلعة مضايقانا بصراحة يعني. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب اللهم امين. خلاص كده رجعت السرير زي ما انتم شايفين كده جنب الحيطة، على ظهر الحيطة بتاع المطبخ. الباب بقى يعني مش هيتقفل او مش مهم، بس هيحوس سنة في ظهر السرير، بس مش مشكلة، مش عامل معانا مشكلة يعني ولا ازمة ان شاء الله عادي. ده كده كده اوضة اطفال ما فيش فيها خصوصية قوي يعني. بعد كده بقى هفرش الملل. طبعا هنا كان النور قطع تاني،
رجعت انا بقى حاجات تحت السراير بقى، عندي جوز خلاطات مش لاقي حد يصلحهم ومراوح على شويه كراكيب على شويه هدوم بقى شتوي بتاع مش عارف ايه، الحاجات اللي ما كنتش محتاجاها حطيتها كلها تحت السراير. وده كان شكل الاوضه طبعا. كان النور قاطع بقى معرفش اكمل معاكم، ان شاء الله بقى الفيديو الجاي ان شاء الله نفرش مع بعض الاوضه ونعمل روتين للحيطان وتلميع للغرفه بحاجات بسيطه جدا، ونرتب الدولاب لان الدولاب طبعا كركب عايز بقى كل اللي فيه ينزل على الارض ويتطبق من اول وجديد. طبعا انا بعمل الحوار ده كل شهر لما حرفيا ما عدتش حاسه باعصاب ايدي فالحمد لله بتعدي وهتعدي، والحمد لله ربنا يدينا الصحه ويعيننا ويقوينا ونعيش كده ونعمل في بيوتنا ونجدد ونغير باذن الله، وربنا يوسع عليا وعليكم يا رب اللهم امين. هنا بيكون خلص الفيديو بتاع النهارده، خلص النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.